وزي ما قلت لكم يا جماعه الفيديو ده فيديو الاحتفال. I can now reveal that you have achieved a total of 42,400 square meters. Congratulations! On behalf of Guinness World Records, it gives me the greatest pleasure to announce the new Guinness World Records title holder for the world's largest inflatable aqua park. Congratulations, you are officially amazing! خلينا بقى نرجع بالقصة شوية لورا كده. لغاية ما نوصل لوقت الاحتفال. نجاح حلو، النجاح حلو ومفيش كلام. الموضوع اساسا كان عبارة عن غطس بس، ولو تفتكروا اول فيديو خالص انا ومصطفى ما كناش فاهمين بالظبط مهمتنا ايه، بس بما اني اللي انا كمان كنا مسؤولين عن المشروع كامل، فاصبح النقط التانية بدأت تظهر ان احنا عشان نثبت الجيم والالعاب ديت محتاجة بلوكات. لو حد عارف البلوكات اللي هي بتنزل تحت المية، والبلوكات دي عشان تيجي محتاجة تصاريح عشان ندخلها على الرملة هنا مكان ورايا ما انتوا شايفين وتنزل في المية، فمحتاجة تصاريح من المكان هنا من البحر، وعشان ننزلها في المية كمان كانت محتاجة تصاريح من دبي المواني البحرية. وطبعا بشكر كل الجهات الحكومية يعني اللي ساعدت، بس الموضوع كان صعب لان احنا مش فاهمين ومش عارفين بالظبط نوصل ونروح فين. انك ترتب مع السواقين وترتب تاخد التصاريح، وانك تجيب السواقين والكلام ده. التصاريح كمان كان لازم الموضوع يكون بعد الساعة 12 بالليل. التصاريح ذات نفسها ما كانتش سهلة، وان انت ترتب كل الترتيبات دي. كنت انا ومصطفى بنروح الساعة 12 ونبتدي نشتغل ونحرك العربيات. المشاهد بالظبط اللي قدامكم اللي انتوا شايفينها دي مشاهد الساعة 2 الفجر، واحنا بنحرك العربيات وبنحط الانقارات دي كلها في المية. وبعد كده كمان يا دوب نخلص الساعة 7 الصبح، نروح ننام شوية، نصحى الساعة 11 عشان نيجي نغطس ونكمل غطس هنا. والحمد لله يا جماعة، والحمد لله. كل الموضوع كان شوية مجهود، تعبنا فعلا واجتهدنا على قد ما قدرنا بالإمكانيات اللي احنا عارفينها. ويمكن أنا حتى ما كانش ليا الحظ اللي أنا أحضر لما موسوعة جينيس وصلت هنا، بس عملت احتفالنا الخاص ومصطفى برضو كان معانا، والفيديو هتشوفوه دلوقتي. وربنا كرم، وأنا حتى الآن الحمد لله مش مصدق
يعني موسوعة جينيس ديت اللي احنا كنا يا جماعة بنفكر فيها، بنشوفها مثلا ناس كبيرة بتعملها، ناس حققت ارقام قياسية، ان احنا نسجل اسامينا في موسوعة جينيس ده ومركز درار للغطس ده كانت حاجة ليها الشرف. يعني لا مش مصدق اشوفكم في الفيديو.